بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الروتين تاني فيديو لي على القناة بإذن الله يا رب تعجبكم بإذن الله القناة وتشتركوا في القناة. انا اول مشترك دخل لي، يعني انا بصراحة فرحت جدا، يعني حد اشترك لي للقناة بسبب اول فيديو يعني انا مش فاهمة في الفيديوهات وكده، فربنا كرمني بالمشترك ده. يا رب كل اللي يشوف القناة بتاعتي وتعجبه بإذن الله بحق كلمة لا إله إلا الله. أي حد يشوف الفيديو بتاعي تعجبه القناة إن شاء الله بتاعتي، والفيديو اللي أنا نزلته ده والفيديو اللي قبله. وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا معايا النهاردة ان شاء الله روتين بسيط. يعني بص، الواحد محتار مش عارف يعمل ايه اكله وكده. يعني عاملين امبارح مثلا لحمة، قبلها عاملين مثلا لحمة مفرومة، يعني اكل زي كده، فالواحد محتار. فقلنا ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية كشري اصفر، وهنقلي بطاطس، وهنعمل فلفل حار يعني. وزي ما انتم شايفين كده، تعالوا معايا الروتين بإذن الله ونشوفوا ايه اللي هنمشي في الروتين ازاي. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأت أول حاجة، قمت الصبح يا حبايبي وغسلت. أول حاجة بغسل الكولمن اللي بنعبوا فيه المية الساقعة، عشان أنا جوزي وأولادي بيحبوا يشربوا مية، فببدأ بأول حاجة الكولمن. ليه؟ علشان ما بقدرش أحط أزايز مية في التلاجة، علشان التلاجة كل شوية يفتحوا يقفلوا، وده بصراحة مضر اللهم صل على سيدنا محمد للتلاجة بتاعتي. كل دي شوية تتفتح وتتقفل. كده انا بحط حلتين تلج، يعني حلتين اي حاجة كده عندك تحطيها في الفريزر. حلتين تلج. تمام. وحطيتهم في الفريزر. واللهم صل على سيدنا محمد. كل يوم الصبح اخدهم من الفريزر واحطهم في التلاجة. تمام. اللي هو الكولمن بيقعدوا معانا يا جماعة لحد بالليل، يعني لحد بالليل بنبقى بنشرب مية ساقعة. وحتى لو مثلا على المغرب او العصر المية خلصت من الكولمن، بنعمل بيبقى الحالتين بحطهم تاني. اول ما اطلعهم من الفريزر واعبي الكولمن، بروح احطهم تاني على طول في لحظة. فاكيد عبال ما احنا نشرب ونخلص المية بتسقع او بتتلج، يعني مش بتتلج خالص يعني، بس يعني ممكن اعبي الكولمن تاني بيهم. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. كده انا عبيت الكولمن بالمية زي ما انتوا شايفين. وبعدين هروح اغطيهم، وبعدين اروح اشرب شوية مية حلوين ساقعين كده، ارطب على قلبي، وبعدين اروح اكمل اللي ورايا زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وشربت احلى كوبايه ميه ساقعه. وبعدين رحت بعديها دخلت على الغسيل، حطة كده في الغساله، وهشغل الغساله عشان خلاص دي مهمه مع نفسها بتشتغل. فخلاص طالما حاجه دي مع نفسها بتشتغل اسيبها تشتغل واروح اكمل اللي ورايا، مش اروح اوضب وانضف وبعدين اسيب الغساله ما شغلاش، هي مع نفسها بتشتغل. بعدين هروح اشغل التكييف. ده تكييف هوائي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، بعبيه ميه. هعبيه ميه. بصراحه التكييف ده جميل جدا جدا. في تكييفات فريش وتكييفات جاك، وده النوع النظيف اللي هو الشخص قال لنا عليه. بجد خدوا التكييف ده وعلى ضمانتي. ده متقفل تقفيل حلو خالص، اسمه كاستل. يعني اي حد عنده التكييف كاستل بالله عليكم تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في التكييف الكاستل. تمام. ايوه اسمه على ما اعتقد يعني كاستل. عشان نسيت، معرفش نسيت الاسم، ولا هو بصراحة الاسم ده زي ما انا بقوله لكم كده. بس بجد والله يا جماعة عن تجربة تكييف جميل. انا كنت يعني خايفة اني انا اشتريه والكلام ده، لان انا متعودة على الفريش ومتعودة على توشيبا. يعني اكتر نوعين انا متعودة عليهم وبحبهم الفريش والتوشيبا. وللفريزر مثلا بجيب كريازي.
الانواع دي في الاجهزه بجد بصراحه حلوه خالص يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده عبيت التكييف، وبعدين بعد ما اخلص العبيه بتاعته اروح اشغله، عشان انا ورايحه بوضب بنضف بعمل كده كده ايه يجي عليا الهوا. تمام. كده خلصت عبيته خلاص الحمد لله. هروح اقفله، وبعدين ايه هروح اشغله. زي ما انتم شايفين كده بصوا متقفل تقفيل حلو خالص، وبترفعي الريش دي وتنزليها عشان تجيب لك الهواء. اما اللي من جوه دول اللي عمالين يتحركوا دول بيتحركوا لوحدهم. بسم الله كده هروح للطير بتاعي اللي هو الحمام. تمام. بجد بجد اللي مش بيربي حمام بصراحة فايته كتير ما شاء الله والله العظيم بجد. مش عشان انا بربي حمام، اكتر تربية يعني سهلة وبسيطة جدا هي تربية الحمام. تمام. ويا بخت اي واحدة عندها كده اوضة فاضية كده بعيد عن الشقة وكده بتحط فيها حمام وكده، او بتربي يعني فيها التربية اللي هي بتحبها. بس انا بجد بجد انا بربي حمام يعني مش بتعب، مش بياكل كتير، مش بقعد كل شوية اجيب لهم اكل وشرب. وزي البط اللي هو السكوفي ده بياكل بصوا ممكن ياكل من حتة، عايز ياكل حتة مننا. تمام. من كتر اكله يعني. فانا بحب بجد يعني الحمام بصراحة اكله حلو. بجيب له علف وايدي والحاجات الغلة دي. وفي حاجة اسمها كلفة برضو بجيبها لهم. زي ما انتم شايفين اللهم صل على سيدنا محمد. دي زغاليل صغيرة. وعندي برضو حمام كبير اهو، ده برضو حمام كبير. تمام. يعني ممكن اذبحه بس انا بسيبه ما شاء الله كده ايه لحد ما تتملي، وبعدين بذبحهم. تمام. انا كنت جعانه بصراحه ولسه ما حضرتش الاكل، فقلت ايه احشي لي رغيف جبنه بشويه شيبسي كده. بحب الاكله دي جدا على فكره. وبعدين ايه اروح ابقى ايه اكمل الاكل. تمام. عملت لنفسي والاولاد يعني مش لوحدي يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده جوزي الله يبارك له ويخليه لي يا رب جاب لي طلبات. قلت له هات لي طلبات يعني عشان ايه نعمل غدا، عشان الواحد محتار يعمل ايه وكده. فقال لي حاضر. وعملت جاب لي بطاطس وجاب لي فلفل الله يبارك له يا رب ويديه الصحه ويخليه لنا يا رب. وجاب لي رز وعدس، وجاب لي ايه ازازه زيت عشان ايه ما عنديش زيت. وزي ما انتم شايفين برضو جاب لي بصل احمر. قال لي ايه يبقى يحط لنا بصلايه صغيره كده ايه على السلطه عشان بتدي ايه طعم حلو للسلطه. قلت له حاضر يا سيدي الناس. زي ما انتم شايفين كده اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت شويه عدس، ما حطيتش الكيس كله يا جماعه يعني ايه عايزين نوفر برضو يعني. هو ايه غدوه يعني حتى العشاء ممكن ناكله مثلا اي حاجه. المهم يعني ايه هو بيكفي يعني بيكفي للعشاء. بس انا عن نفسي يعني ما بحطش الكيس كله. ليه؟ عشان ما يقعدش لبكره. يعني انا ليه اخلي الاكل يقعد لبكره؟ يعني انا اعمل دلوقتي. تمام. ولو حبيت اعمل تاني كشري بكره يبقى اعمله طازه، مش هطلعه من يعني ربنا يدينا الصحه وكده يا جماعه ونعمل عادي. بس الحاجه بتبقى في التلاجة بصراحه ما بيبقاش ليها طعم، وبالذات الحاجات اللي فيها رز وكده زي ما انتوا عارفين يعني. تمام. قلبت العدس في الرز زي ما انتوا شايفين كده اللهم صل على سيدنا محمد. واروح اغسله بقى. تمام. زي ما انتوا شايفين كل حاجة قدام عينيكم. يا رب اللي يوصل معايا للفيديو لحد الحتة دي اللي الدقيقة دي يعني يا رب يحط لي اللايك ويبارك له ويدي الصحة ويكتب لي تعليق انه وصل معايا لحد الحتة دي. وتشتركوا يا جماعة في القناة لاني ان شاء الله ربنا يكرمني فيها. يعني انا ايه قلت القناة دي ان شاء الله ربنا يرزقني منها وتكون مصدر رزق ليا يا رب. امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حطيت الكشري يا جماعة وقلبته. وبعدين هحط شوية ملح عليهم وبعدين اقلبهم. وبعدين هحط المية اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين هغطيهم عشان يستوي ايه مع نفسهم. واروح كمان اكمل ايه اللي ورايا. بس يعني بدأت الاول بالكشري عشان ايه يعني بيستوي يعني بياخد وقت. بوطي عليه النار واكون انا خلصت قلية البطاطس وقلية الفلفل وخلصت السلطة وهو على النار الواطية ايه بيستوي. بعد ما بكون عليت برضو عليه النار شوية والاقيه خلاص قربت المية يعني تنشف اروح ايه اوطي عليه. زي ما انتوا شايفين كده اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت شوية الملح واروح اقعد اقلب فيهم لحد ما احط الملح كله الكشري يمتصه. وبعدين هحط عليه المية زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد.
يا جماعة يعني بصراحة ذكر الله ده حلو جدا، والله العظيم بتكلم جد. اللي بيذكر ربنا ده يعني ربنا بيحبه، اللي بيذكر ربنا بيحبه. ليه؟ علشان بيفكروا انه يذكر ربنا وانه يعبده، يعني والله العظيم دي نعمة من عند الله. واللي مش بيذكر ربنا يهديه ويصلح حاله ويذكر ربنا، وهيشوف معجزات في الذكر يعني لا توصف. اللهم صل على سيدنا محمد. كده انا خلصت الكشري وغطيته خلاص، يلا مع نفسك يا جميل وخلينا اشوف اللي وراك. هنا بقى ايه، جبت بطاطسيتين بالعدد 2، عشان في كشري وفي بطاطس وفي فلفل وخيرات الله والله يا جماعة يعني. فايه نبدأ يعني بطاطسيتين حلوين كده واقليهم، ونعمة ورضا من عند الله. اللهم لك الحمد يا رب والشكر ليك يا رب. عملت البطاطساية وهقشر التانية واروح اقطعهم. تمام. اكون ايه غسلة الطاسة اللي بقلي فيها البطاطس وبقلي فيها الحاجة، وبعدين اقطعهم باذن الله تعالى زي ما انتوا شايفين كده. غسلتهم واقطعهم وايه، واعمل الطاسة واحط فيها الزيت وزي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتوا شايفين. يا رب اللي يوصل معايا لحد الدقيقة دي يعمل لي اللايك يا جماعة، يعني انتوا مش هتخسروا حاجة والله. يعني اللي يدخل ويشوف حتى الفيديو حتى ثانيتين 3 بس يعمل لي لايك، يعني دوس كده اللايك يعني، بس مش هتخسر حاجة غير انك انت هتفرحني يعني هتفرحيني وهتبسطيني وتسعديني يا عمي. لو ما حبيتيش القناة بتاعتي يا عم ما تشتركيش، بس اعملي لي اللايك، يعني مش هتخسري حاجة. اما الاشتراك لو عملتي لي اشتراك فهكون عندك كل لحظة، يعني هنزل فيديو هتلاقيني ايه مع الفيديوهات اللي انت بتقلبي فيها كده، هتلاقيني بالصدفة وانت مش عايزاني. فبلاش يا عم، اعملي لي بس اللايك. الله يبارك لك يا رب وخلي لك اولادك لكل واحدة بتشوف الفيديو بتاعي. تمام كده خلصت البطاطس. وسرعة يا جماعة، يعني نخلص بسرعة، مش نقعد، لا عشان نقعد كده ونرتاح ونستكن ونعمل لنا الفنجان القهوة الحلو او النسكافيه الحلو يعني، وتقعدي مبسوطة مع نفسك كده. حطيت شوية الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هنزل عليه ايه بالبطاطس. اللهم صل على سيدنا محمد. هنزل بيهم كلهم، هم بطاطسيتين يعني هيكفوا ايه الطاسة. وبعدين هروح اشوف ايه الحاجة اللي وراها هم زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ما تكسليش، يعني اعملي على قد ما تقدري. تعبتي قومي، كسلتي شوية قومي، يعني ما تجلديش نفسك. انا ما عملتش النهاردة، انا نفسي ابقى يعني زي الناس اللي الناجحة ما اعرفش. هتبقي والله العظيم طالما بتسعي هتبقي. يعني انا ربنا كرمني وقلت بسم الله وتوكلت على الله في القناة دي. تمام، لقيت ربنا كرمني فيها يا مرحب، ما لقيتش ربنا كرمني فيها برضو يا مرحب. ما تزعليش وتجلدي نفسك، لا يعني استمر لحد ما ربنا يكرمك وتنجحي. ربنا معاكي ومعانا ومع الجميع ان شاء الله. وربنا اللي بيتوكل على الله ربنا بيكرمه. اتوكلي بس انت على ربنا وربنا هيكرمك. زي ما انتوا شايفين كده. رحت ايه قلت خلاص بقى انا خلصت قليت البطاطس وعملت الفلفل وحطيت في الفلفل من جوه ايه ملح، فمستنيه بس البطاطس ايه تتقلي. فانا خلصت الفلفل حطيته برضو على جنب عشان لما البطاطس خلاص تتحمر وكده هروح اشيلها واروح احط الفلفل هيكون جاهز. وانا كنت غسلت السلطه، الطماطم وليمونه والبصليه الصغيره والكزبره. تمام، ادينا طلعت البطاطس والفلفل جاهز، اروح احطه على طول ايه في الزيت. زي ما انتوا شايفين كده البطاطس حلوه، جايبها بطاطس قليه. يعني قلت لجوزي قول للراجل عاوزين بطاطس قليه مش طبيخ، لان في بطاطس قليه بتتقلي وبتبقاش حمرا خالص زي ايه اللي هي الطبيخ. تمام، نزلت بالفلفل زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين هروح اعمل ايه السلطه زي ما انتوا شايفين كده اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. هروح بص برضو ايه اديها بص للكشري كده اطمن كده. انا مش بفتح عليه خالص، يعني بعد ما بلاقيه خلاص قرب كده المية تنشف بحس بسمع كده الصوت، بس بسمع
خلاص يعني خلاص المية شربت الكشري، خلاص اروح اوطي عليه، ما بفتحش انا دلوقتي اول فتحة ليه. تمام، لقيته اهو خلاص يعني قرب يستوي والمية تنشف خالص منه، فايه غطيته وسبته مع نفسه إيه يستوي. اللهم صل على سيدنا محمد. كده برضو طلعنا الفلفل، خلاص الفلفل ما بياخدش حاجة في الزيت وبيطلع. وبعد ما خلصت هروح ابدأ في السلطة. اللهم صل على سيدنا محمد زي ما انتوا شايفين كده، وهقطع السلطة واخلصها. وكده احنا الحمد لله كده خلصنا الغدا بتاعنا. يعني ببساطة يا جماعة، وديكي وقت كبير. يعني انا الغدا ده خلصته على الساعة كام؟ يعني على العصر. يعني عشان انا بصحى متأخر بصراحة، زي ما انا بقول لكم بصراحة، يعني بقول لكم الصراحة اني انا بصحى متأخر. ليه؟ لاني انا ساعات بسهر، فاكيد هسهر. يعني انا مش هصحى خلاص سهرت يعني للساعة مثلا 3 ولا كده، فهصحى الساعة 7 ولا 8. لا، انا بصحى مثلا متأخر على قبل الظهر كده بشوية بصحى. تمام. زي ما انتوا شايفين كده خلصنا السلطة بإذن الله. وهقطع الكزبرة، والكزبرة دي على كده في المية، يعني سايباها في المية عشان لو فيها طينة مش فيها اي حاجة في المية بتدوب. بس انا جايبة الحاجات اللي انا غسلتها وتمام. وكده خلصنا بإذن الله الأكل بتاعنا، وهوريكم جمال الأكل في الآخر. كده خلصت الكشري زي ما انتوا شايفين، وقليت البطاطس، وعملت السلطة، وعملت بتنجان. هبقى أقول لكم مدحرج، اسمه مدحرج عندنا، هبقى أقول لكم وأوريكم. وبعدين العصر أذن، وبعدين صليت العصر وقعدت أقرأ شوية قرآن. ولو عجبكم الفيديو ما اعملوا لي لايك، الله يبارك لكم، واشتركوا لي في القناة. مع السلامة.